عماد النحاس مدرب محترم وبرضك مش هنقيمه من ماتشين، بس الواضح ان الراجل بيلعب السهل وبيلعب اللعيبه اللي هو عنده ثقه فيها بصرف النظر اللي هي ما كانتش بتشمها. النهارده احنا فرحنا بوجود علي معلول في الملعب، والورد مهما دبل هتفضل يخطو فيه. وانت يا كولر اللي كنت هتدبل اللعيبه دي، واللعيبه دي لسه بتقول احنا نقدر ندي لمده كام سنه تاني، واحنا شفنا ده في ارضيه الملعب. النهارده سيحه ده دخل فيه 5 تجوان وشال قصادهم بتاع 10 تجوان. سيحه كان بيقول يا رب الماتش يخلص، يا عم صفر يا عم امين يا عمر، يلاقي كوره معديه من تحت رجله ما عدتش، كوره خبطت في ايده، طلع كوره طالع بيقول استرها يا رب، يلاقي الكوره في ايده. امام عاشور لوحده يستحق مان اوف ذا ماتش، ولعيبه الاهلي كلها كانت بتلعب كوره حلوه وبنلعب كوره هجوميه اللي مفتقدينها بقالنا كتير جدا جدا. كنت شايف الشوط الثاني في حته من ايام فايلر، الاهلي بيجيب الكوره من ورا ويطلع بيها وبينقل وبيلعب بشكل هجومي وشكلنا كان جميل. ده اللعيبه النهارده من كتر ما الكور كانت بتبقى انفرادات وهجمات ولا اجمل، يعني اللعيب الكوره كانت بتتلعب كبينيه او انفراده، لاعبين 3 يبقوا جنبها كانوا بيخبطوا في بعض من كتر ما كل واحد نفسه يجيب جون. اللعيبه يا جدع نازله تطلع نار، اللعيبه بتطلع شرار، اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله بتلعب وعايزه تاكل النجيله. كل ده الكبت اللي كان كولر مسببه لهم. وانا بقول لك انا الدوري مش عايزني، الدوري زعلان اللي هو يروح لغيري. النهارده انت بتحط ضغط كبير جدا على يوريتيتش، وهتخليه ان شاء الله الماتش الجاي يقلب كولر ويتعادل لنا ماتش كمان ونقول له كتر الف خيرك. وانت هتخلي اللعيبه دي عندها صرع اللي هي تاكل النجيله. وانا بقول لك انت دي هتساعدك في حاجتين، اللي انت تفضل تنافس في ال4 ماتشات الجايين دول ما تحلش نقطه تعادل او في خساره، وانت بتأدي وبتأهل لعيبتك لكاس العالم للانديه. انا بقول لك لو فضلنا نلعب اللعيبه دي كام ماتش على نفس الريتم مش كاس العالم للانديه تبدع بجد. كوره جميله ومتمزجين. امام عاشور بجد احسن لاعب في افريقيا. امام عاشور النهارده عمل كل حاجه في الكوره ويستحق مان اوف ذا ماتش. والنهارده الكوره مش متوقعه، كان زمان واخد هداف الدوري مرتاح وجاب له 3 4 تجوان. النهارده بالميت عمل في الكوره كل حاجه. وده انا بقول لك ده القلم اللي هيفضل معلم مع الزمالك لغايه اما يعتزل. وانا عمري ما هغير كلمتي، وزي ما قلتها ان بيراميدز فريق مهزوز وهيقع. استنى هديه من بيراميدز ومش من بعيد في خلال ال4 ماتشات الجايه دول. بس انا بقول لك انت كاهلي ولاعيبه الاهلي مزجنا والعب وفك لعيبتك وفك الضغط اللي عليك ومزجنا. وبجد انا واثق في لعيبه الاهلي وفي عماد